يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه الوطن العربي كله يهتم بمباراة وتنتهي بفوز الفريق اللي مهتم بيه الوطن العربي؟ يعني ايه؟ دي ما حصلتش قبل كده. احنا بنفتح الماتشات عارفين ان احنا اول ما نبدا نهتم بمنتخب فلاني ولا بمنتخب علاني بنجيبه الارض. الا المره دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من كل القلب. ديما مغرب، ديما مغرب، ومبروك لرجاله المغرب، ومبروك للاعيبه المغرب، ومبروك للمسؤولين عن الكوره في المغرب على وجه الخصوص. الناس اللي اثبتت ان النظام والسيستم والتفكير وان الواحد ما يقومش من النوم يشوف الكلام على ايه، لا يبقى محضر وعارف كويس يومه ماشي ازاي ودنيته ماشيه ازاي، هو اهم حاجه في الدنيا. وصل لسعادتك الفيديو، عايزين الفيديو ده يبقى تاريخي تاريخي. 50,000 لايك ماشي، 100,000 لايك اوكي، انزل ادعس اللايك حالا بقى فعلا. ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج المدفع. مش مجرد فرحه بالمنتخب المغربي ولكن حديث مفصل عن المنتخب المغربي للشباب وعن المدير الفني للمنتخب المغربي الاستاذ محمد وهبي. فيلا بينا نبدا. شفت ولا منتخب المغرب وهو بيعلم اللاتينيين الكوره؟ شفت ولا منتخب المغرب وهو بيقول لهم بس على الهادي على الهادي بالراحه، من غير حزق وعصبيه والكلام ده كله، وعايزين قال ندور الكوره ونلاقي. اهدى على نفسك، اهدى على نفسك، اهدى على نفسك شويه. ده انا لسه واخد طاري من فرنسا وجاي لك الفاينل يا ارجنتين. اتقل عليا، ده النهائي اللي انا كنت مستنيه في 2022. انا كنت مستني بمعجزه ما فالمغرب تكسب فرنسا وتتواجد في النهائي قصاد الارجنتين عشان نتفرج على اكبر ارك فيلم في التاريخ ساعه تحول ليونيل ميسي الى الشرير الاكبر رقم 1 على مستوى الوطن العربي. بس ما حصلتش. بس هنا بقى ما فيش ميسي، اركن لي على جنب بقى، رخصك واركن لي على جنب. ياسر بيه ظبيري شاف اللعيبه بتوع الارجنتين قال له ولا رخصك واركن لي على جنب. اركن كوره ايه انتوا اشكال كوره. اقعد يا عم، اقعد. انا هفرجكم الكوره بتتلعب ازاي، هفرجكم الفاولات بتتلعب ازاي، هفرجكم الحلويات بتتعمل ازاي. اهدى بقى، اهدى على نفسك، اتقل واركز وتبطل وليك كده. اركز. انا عايز فاول من بتوع روبرتو كارلوس، عايز حاجه تفكرك بتعليق كابتن حفيظ دراج يحطها في الجول يا رياض عيوني. ثانيه واحده بس زيو خلاص، حط الهدف الاول وخلصنا. خد يا باشا التحولات السريعه والمرتدات والحلويات، خد يابا العرضيه زيو، خد الهدف، خلصنا عادي. خلصنا، خلص الموضوع، خلصت على كده. نقعد بقى بقيه الماتش. بص تعالى هات الارجنتين بقى والبرازيل واسبانيا واسمه ايه هو وفرنسا وبتاع. بص عايزين، انت مش كان عندنا في مصر العدوان الثلاثي، عايزين العدوان الخماسي. يلا تعال يلا. بص اقول لك على حاجه، هات هجوم كل الفرق اللي لعبتها وتعال، وهات الناس الكبيره بقى، وهات ميسي، وهات العيال بتوع البرازيل بقى، وهات نيمار وهات بيدري بقى، وهات لامين يامال، خاصه لامين يامال. هات لي لامين يامال ده يلزمني. انا واثق ان لعيبه منتخب المغرب من جواها كانت بتقول لا مؤاخذه لامين يامال ده يلزمني في كلمتين. تعالى تاخد جنسيه اسبانيا يا فسل، تاخد جنسيه اسبانيا. ما كان زمانك واخد كاس العالم وحاطط رجليك معانا في الميه يا طه؟ كان زمانك مبسوط بكاس العالم للشباب. دلوقتي خلاص حبكت معاك الجنسيه الاسبانيه. هل نيكي نيكول مغريه ليك لهذه الدرجه اللي هو والله؟ يا اخي في فرق كده تخلي سقف طموحك يعلى قوي 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 قوي، تخليك تسرح بخيالك وانت عمال تفكر في اللحظه اللي هو ايوه. يعني عارف انت اللي هو يعني في الحسد وفي الغبطه. الحمد لله احنا مش بنحسد، لكن احنا بنغبط المنتخب المغربي اللي هو انا عايز من ده حزنبل، انا عايز من ده يا ابويا انا عايز من الحاجات اللي فيها سيستم وافكار وناس شغاله بتفكر على المدى البعيد والحاجات اللذيذه دي كلها. تعال احكي لك بقى عن الافكار والشغل على المدى البعيد لما احكي لك عن الاستاذ محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي، الراجل اللي عمره ما لبس شورت وفانيلا في حياته. نبدا بايه ولا ايه؟ طيب انا شايف لو هنبدا الكلام نبدا الكلام براس المنظومه، نبدا الكلام براس الهرم، بالرجل الذي يتحمل كل الضغوطات حين يصيب الفريق الفشل، والرجل الذي يستحق الاشاده حين يحقق الفريق النجاح. وهنا خلونا نتكلم عن السيد الأستاذ محمد وهبي. وانا اصريت ان انا اقول الاستاذ محمد وهبي لان محمد وهبي ليس لاعب سابق لكرة القدم. ايها الاخوة والاخوات، ايها السادة والسادات، محمد وهبي لم يرتدي الشورت والفانيلا في حياته، ولا هو المدير الفني اللي كان لاعب سابق في احد الانديه الكبيره. على العكس تماما، الراجل ملوش اي علاقه بمجال كرة القدم، ولا عمره لبس فانيلا وشورت، ولا عمره لعب مباراه كوره مع اي فريق. استاذ محمد وهبه هو كان مدرس سابق في مدرسه شارل بولس في بروكسل في بلجيكا، لان هو اساسا من مواليد بلجيكا،
والحقيقه من الحاجات اللطيفه اللي انت تعرفها ان هذا الرجل اتجه لمهنه التدريب عن طريق الانضمام لاكاديميه نادي اندرلخت في سنه 2003، واشتغل على تدريب مختلف الفئات السنيه من سن 9 سنين لحد تحت 21 سنه. وخلال السنين اللي اشتغلها في اكاديميه نادي اندرلخت قدر يكون مشرف على عديد المواهب على مستوى الكره البلجيكيه اللي قدرت ان هي تقدم حاجات كتيره زي يوري تيليمنز، زي عدنان يانوزاي، وزي روميلو لوكاكو. على مستوى الفرق الكبيره الحاجه الوحيده اللي ممكن الناس تفتكرها هو ان الاستاذ محمد وهبي كان مساعد يانيك فيريرا في نادي الفتح سابقا قبل ما يتولى تدريب الفئات السنيه الصغيره على مستوى المنتخب المغربي. خبراته التدريبيه على مستوى الفرق الصغيره كانت تدريب نادي RCA فيوتشرز، النادي اللي تولى تدريبه لفريق تحت 23 سنه فقط في الفتره من 2014 ل 2017 قبل ما يتولى تدريب المنتخب المغربي تحت 20 سنه بدايه من سنه 2022. يعني الراجل تولى تدريب المنتخب المغربي من 3 سنين، مش من 6 ولا 7 شهور زي جماعه اصحابنا في حته ثانيه. مباراه النهارده وبعد الفوز على المنتخب الارجنتيني، هذا الرجل قاد المنتخب المغربي في 74 مباراه، قدر ان هو ينتصر في 41 مباراه، قدر ان هو يتعادل في 13 مباراه، وخسر فقط 20 مباراه. نقدر نشخص الاسلوب التكتيكي للاستاذ محمد وهبي في نقطه مهمه جدا، وهو ان هذا الرجل براجماتي عايش بمبدا زي ما بنقول عليه في الامثال المصريه اللي تكسبه العبه، بمعنى ان هذا الرجل يدرك جيدا ان مش نقطه قوه فريقه هي الاستحواذ او السيطره، وده النمط اللي هتلاقيه متكرر على مدار بطوله كاس العالم تحت 20 سنه في تشيلي. مفيش مباراه تقريبا للمنتخب المغربي كان هو صاحب النسبه الاكبر في الاستحواذ، مفيش مباراه للمنتخب المغربي شفنا نسب استحواذ خزعبليه وتدوير للكوره وسكسي فوتبول والكلام ده كله. الراجل عارف كويس ان نقطه قوه فريقه هي في الصلابه الدفاعيه وهي في القوه اللي بيتمتع فيها الدفاع وحارس المرمى، وقرر ان هو يشتغل على النقطه دي بشكل ايجابي جدا، وفي كل المباريات اللي انتصر فيها كان سايب الاستحواذ للخصم وبيضربوا بسلاح التحول والمرتدات. قله الاستحواذ هي اللي ساعدت المنتخب المغربي ان هو يقدر يفوز بماتشات كبيره جدا، ان هو يقدر يفوز في دور المجموعات على اسبانيا، يقدر يفوز في دور المجموعات على البرازيل، يقدر يفوز في الادوار الاقصائيه على الولايات المتحده الامريكيه، قدر يفوز بركلات الترجيح على المنتخب الفرنسي، والاهم طبعا هو فوزه بالمباراه النهائيه على المنتخب الارجنتيني وتتويجه باللقب. بالاعتماد على الماده الثالثه في الدستور المصري ال 4-2-3-1، الخطه اللي اعتمد عليها المدير الفني على مدار رحله البطوله، شفنا ازاي ان كان في قدر كبير جدا بسم الله ما شاء الله من التماسك الدفاعي بالنسبه للمنتخب المغربي. شفنا كميه الصلابه الدفاعيه اللي كانت موجوده على هذا الفريق على مستوى رحله البطوله، واللي صعبت على المنافسين فكره ان هم يقدروا يسجلوا اهداف في مرماه، وده اللي خلى الفريق واقف على رجله بشكل اكبر، زائد السرعه الكبيره اللي موجوده على مستوى الاطراف وعلى مستوى المهاجمين اللي ساعدت في سرعه التحولات اللي كانت بتصنع الفارق بالنسبه للمنتخب المغربي واهلته ان هو يوصل لهذا المكان. حتى لما تبص على مستوى مشاركات اللعيبه، قائمه المغرب تقريبا فيها 23 او 24 لاعب، انت بتتكلم في ال 23 لاعب دول في 20 لاعب شاركوا في المباريات، بمعنى ان المدير الفني كان قادر ان هو يوزع الجهد بشكل ممتاز. بل ان لما دخلت علينا مباراه فرنسا والاضطرار المنتخب المغربي ان هو يغير حارس المرمى مرتين، بقى رسميا منتخب المغرب ادى تقريبا فرصه لكل اللعيبه المتاحه على مستوى قائمته عشان يقدروا ان هم يشاركوا على مدار البطوله، وان كل واحد يبقى له بصمته ويبقى له اثره اللي سابه مع المنتخب المغربي اللي كان سبب في تتويجه ببطوله كاس العالم للشباب. تتويج المغرب بالبطوله دي هو اهم انجاز في تاريخ الكره العربيه، وخاصه على مستوى مراحل الشبان. احنا ممكن نفتكر انجازين مهمين جدا، انجاز انا عاصرته وهو المنتخب المصري في سنه 2001 لما وصل لمرحله انه حقق الميداليه البرونزيه بعد ما وصل للسيمي فاينل. الانجاز الثاني اللي انا ما شفتهوش وهو المنتخب القطري في نهائي كاس العالم للشباب 1981 اللي وصل للمباراه النهائيه وخسرها. والانجاز الاهم اللي بيحصل النهارده واللي بنتفرج عليه قدام عينينا، المنتخب المغربي اللي بيقدر ينتصر ويقهر المنتخب الارجنتيني، وفي خلال رحلته بينتصر على كبار الفرق الاوروبيه وكبار الفرق المتواجده على الساحه العالميه، مش بس قدر ان هو ينتصر على فرق صغيره او فرق بسيطه. انت لما تقول ان رحله المنتخب المغربي فيها فرق زي اسبانيا، فيها فرق زي البرازيل، فيها فرق زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي على مستوى الشباب فرقة صعبة جدا، فيها فرق زي فرنسا اللي معروف ان هي منجم مواهب ما بيخلصش. هو صحيح المواهب دي مش بتاعتهم وغالبيتها جايبينها من افريقيا، بس هنعتبر يعني جزافا فور ذا سيك اوف ذا سبيتش ان احنا يعني بنتكلم على منتخب فرنسا ان هو عنده مواهب جايبها من عنده. لكن المنتخب المغربي برغم كل الصعوبات دي قدر ان هو يتوج ببطولة كاس العالم للشباب وقدر ان هو يصنع التاريخ. قبل المباراة النهائية اللي اتلعبت ما بين المغرب والارجنتين
الارجنتين كان هداف بطولة كاس العالم هو الامريكي بنجامين كريماشي برصيد 5 اهداف، وبالتساوي مع فياريال لاعب كولومبيا اللي برضه مسجل 5 اهداف. ياسر زبيري بصراحة هذا الولد ليه قصة جميلة جدا على مستوى رحلة البطولة اللي اتفرج على الماتشات وتابعها اول باول. قبل المباراة النهائية ياسر زبيري هذا الرجل كان عنده نظريا على الورق 3 اهداف فقط في رحلة المنتخب المغربي على مستوى البطولة، لكن ياسر زبيري غير ال3 اهداف اللي سجلهم، في 3 اهداف سجلها تانية، وال3 اهداف ما اتحسبوش ليه، مرة اهداف عكسية، مرة كور بتتلغي، مرة بتعمل. يعني لو الدنيا فيها عدالة هذا الرجل كان زمانه منفرد بصدارة الهدافين من قبل اساسا ما نوصل للمباراة النهائية، ومن قبل ما يضع بصمته في المباراة النهائية ويثبت ان هو لاعب كبير عن طريق التسجيل بوضعات مختلفة. هدف اول بيفكرنا بالتعليق التاريخي للكابتن حفيظ دراجي اللي بيقول فيها حطها في الجون يا رياض. حرفيا الواحد قاعد بيتفرج على كورة افتكر نفس الفاول بتاع محرز في نيجيريا اللي هو بنفس الستايل وبنفس الاسلوب، او بهدف تاني اللي بتشوف فيه مدى ذكاء اللاعب على مستوى الانهاء وقدرته دايما على التواجد في الاماكن الصحيحة في الوقت الصحيح، وازاي انه بيقدر يحل مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي. اللي وصل له المنتخب المغربي ده ما كانش وليد الصدفة، ما كانش بالحظ، ما كانش بالبركة، ما كانش انجاز خارج عن السياق، لان في الوقت اللي احنا بنحتفل بيه بفوز المنتخب المغربي ببطولة كاس العالم للشباب تحت 20 سنة كأكبر انجاز على مستوى الكرة العربية والافريقية، ما ننساش حاجة مهمة جدا وبسيطة جدا، ان نفس منتخب المغرب او نفس الكرة المغربية كانت هي نفسها اول منتخب عربي وافريقي يقدر ان هو يتجاوز دور ال8 في كاس العالم ويقدر ان هو يوصل لسيمي فاينل كاس العالم 2022. هي نفس المغرب اللي احنا بنتفرج على مواهب الكرة المغربية بتنثر سحرها في كل اماكن العالم وفي كل حتة على مستوى الكوكب في كل الدوريات مع مختلف الاندية ومختلف الفئات السنية. هي نفس الجامعة المغربية اللي انت بتتفرج عليها اللي قادرة ان هي تنشر ثقافة الاهتمام بالنشء وباللاعب الصغير لحد ما قدرت ان هي تنتج جيل من اللاعبين قادر ان هو يصنع الانجاز ده. الحاجة الجميلة في التجربة المغربية هي انها ما جاتش تجربة بالصدفة، ما جاتش بالحظ، ما جاتش بالبركة، ما هياش وليدة يوم وليلة، ما هياش بص، ما هياش فهلوة، ما هياش بركة، ما هياش اللي هو يعني عارف انت اللي هو ايه، احنا والله يا جماعه زي ما تيجي تيجي مره منولس ومره اوريجي. ما فيش الكلام ده، ما فيش فكره اللي هو احنا سايبينها للظروف او هنضبش وزي ما تحصل تحصل. لا، في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ولا خلاف على ده، كلنا من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما نسواش ب2 جنيه اي حاجه، لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رسخ في الانسان قاعده ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. هو ده اللي احنا بنتفرج عليه مع منتخب المغرب، انت بتسعى، بتخطط، بتحاول، بتفكر، بترتب امورك، بتسعى من فترة طويلة ان انت توصل لحاجة وفي الاخر بتقدر ان انت توصل للهدف ده. هو ده اللي ميز المنتخب المغربي عن اي تجربة تانية وعن اي فكرة تانية. النهاردة الناس لما بتتكلم على المغرب ما بتتكلمش عن لاعب، مع ان ممكن تتكلم عن لاعب. يعني انت لو هتتكلم على الكرة المغربية ابسط مثال واقل مثال موجود، يعني لو هتتكلم على اللعيبة الكبيرة اشرف حكيمي، هتتكلم على اشرف حكيمي الراجل اللي كان في سباق البالون دور وواحد من اهم لعيبه العالم في الوقت الحالي. لكن هل منتخب المغرب او هل الكره المغربيه هي فقط اشرف حكيمي، او هل الكره المغربيه هي فقط اشرف حكيمي ونصير مزراوي مع مانشستر يونايتد؟ هل الكره المغربيه عباره عن 2-3 لعيبه، ولا الكره المغربيه هي بتمثل اللي بتسعى ليه كل الدول العربيه عشان خاطر تقدر توصل لحجم انجازات كبيره؟ الحاجه اللي كلنا مفتقدينها مش بس على مستوى الكوره، والله على مستوى كل حاجه، وهي فكره ان يبقى فيه سيستم، في نظام، في فكرة، يا اخي في خطة، حتى لو الخطة مش بالضرورة هتوصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها بسرعة. ما هو اللي المغرب فيه ده ما حصلش في يوم وليلة، ما هو اللي المنتخب المغربي فيه ده ما جاش بالصوت، ما جاش بالبركة. انت بتتكلم على منتخب المغرب لما بتتكلم على مستوى الانجازات، معلش لما اتلعبت بطولة افريقيا للشباب المنتخب ده كان الوصيف، ولما اتلعبت بطولة افريقيا للشباب المنتخب ده قدر ان هو يعمل انجاز كويس جدا وخسر في المباراة النهائية. واحنا شفنا بنفسنا على مستوى الفئات السنية الاكبر ازاي ان المنتخب المغربي فاز علينا في المباراة النهائية في بطولة افريقيا، وبعدين جه قابلنا في الاولمبياد ادانا 6 على الريق. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عرفوا ان هو عدل، فعشان هو عدل ده عدل ربنا، عدل ربنا ان انت بتتفرج على المنتخب المغربي بيحقق بطولة كاس العالم في الوقت اللي انت معاك فيه مدير فني بيلعب مهاجم باك يمين، في الوقت اللي انت عندك مدير فني كان بيقول لك اصلا انا بحوش اللعيبه للادوار الاقصائيه، في الوقت اللي عندك مدير فني ما شغلش نفسه بالتخطيط وشغل والله حتى ما شغل نفسه بالتبرير.
ايه رايك؟ يعني هو ما شغلش نفسه بالتخطيط وما شغلش نفسه بالتبرير، لا شغل نفسه ان هو يخطط لحاجه وانه يوصلنا النتيجه، ولا شغل نفسه حتى ان هو يعرف يبرر لنا الفشل ده حصل ليه. لما طلع يكلمنا يقول لنا لا انا ما فشلتش، انا طلعت معاش مبكر، اللي هو انت بتكلم مين يا عم؟ ليه بتعاملونا كده يا اخوانا في الوقت اللي انا قاعد فيه بسمع قصص عن الرياضه المصريه زي قصه بطل تنس الطاوله عمر عصر وخناقته مع ابن رئيس اتحاد تنس الطاوله اللي بيلعب معاه في نفس المنتخب، وكابتن حلمي طولان طالع مع ابراهيم فايق يشتكي ان الجدول بتاع الماتشات ملخبط الدنيا، وان الراجل مش عارف ازاي هيجيب اللعيبه عشان يلعبوا كاس العرب، وفي لعيبه من بيراميدز هتيجي معاه كاس العرب وهتسيبه في نص البطوله وتلعب مع بيراميدز الماتشات بتاعه الانتر كونتيننتال قبل ما ترجع مره ثانيه عشان خاطر. والله ما بحبش كلمة عبث يعني على قولة اخونا عمر خالد، بس هو ملوش تفسير غير عبث، ملوش تفسير غير اللي احنا اتفرجنا عليه على مدار رحلة البطولة. هو الفارق ما بين النظام والعبث، هو الفارق ما بين الرؤية وانعدام الرؤية، ما مش عايز اقول كلمة تانية، هو الفارق ما بين ناس بتخطط وناس بتفطر، ناس عارفة هي هتعمل ايه بعد 3-4 سنين من النهاردة، وناس بتصحى من النوم تشوف الكلام على ايه. ما هو ده الفرق ما بين الاثنين يا معلم، الفرق ما بين الاثنين هو اللي وصلنا للنقطة دي، هو اللي وصلني ان انا دلوقتي ببص للمغرب وبقول يا رب نوصل هنا، يا رب نوصل هنا، بقول يا رب نوصل نص هنا. ولو ان الواحد مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء لازم يتعود ان هو يكون طماع، فانا طماع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، وان انا اشوف الكرة المصرية في نفس المستوى بتاع الكرة المغربية. ده كان ممكن يحصل لو كان روجيه ميكايلي يعني اتحاد الكرة رضي عليه وسابه ان هو يكمل بعد الاولمبياد ويديله فرصة ان هو يبني جيل جديد من اللعيبة، لكن احنا بعد ما بنينا يعني في مرحلة كده جزافا كده بالصدفة اتكعبلنا في جيل كويس في ساعة افريقيا بتاعت الشباب اللي فاتت وساعة الاولمبياد اتكعبلنا كده بالغلط في جيل كويس، قررنا ان احنا نهد كل ده ونبدأ نبدأ من ايه؟ ألف مبروك للشعب المغربي، وألف مبروك لمحبين منتخب المغرب، وألف مبروك لكل الناس اللي بتحب الكورة، والناس اللي بتحب النظام، والناس اللي بتحب التخطيط، والناس اللي بتحب قصص النجاح، لأن دي قصة نجاح تستحق إن احنا نحكي ونتحاكى بيها ونفرد لها ساعات وساعات من الحديث المتواصل. شكرا لكم، وتحية كبيرة لكل أهل المغرب، وديما مغرب. السلام عليكم.